مساء الخير، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده احلى دنش، وفي نفس الوقت هنعمل من نفس العجينه باتيه محترم جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا كيلو من الدقيق، ومعايا نص كوبايه من السكر، ومعايا ظرف من الخميره، ومعايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعايا ذره ملح اهو، ذره الملح والبيكنج باودر. معايا كمان بعد ما نقلب المكونات الجافه هنحط معلقتين من الخل، وهنحط 4 بيضات. طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة عشان ما يخليش العجين يخرز. معايا ظرفين من الفانيليا او معلقة فانيليا سايلة. هنقلب بقى كده في بعض، وبعدين هنحط معلقتين من الخل زي ما انتم شايفين كده. وبالنسبة للمواد السايلة هنحط 2.5 كوباية من الحليب، برضو بدرجة حرارة الجو. يعني مش هنحط سوائل مية خالص، هنحط بس 2.5 كوباية من الحليب. كده الدقيق بتاعنا زي الفل. بصوا بيلزق اهو، شايفين؟ متخافوش. هتلفيه لفه كمان وتحطي معاه ربع كوبايه من الزيت. طبعا انا حطيت الزيت مكان اللبن، تمام، فعشان كده اداني في اخر بقين من الزيت اللون الفاتح ده. تمام. بعد بقى ما حطينا ربع كوبايه الزيت، بصوا بقى هي بقت جميله قوي اهي، وما بقتش بتلزق ولا حاجه. تمام. هنسيبها بقى في العجان كده، ودهنا وشها زيت، وهنغطيها كده بكيس بلاستيك، ونسيبها لما تخمر. بصوا بقى هنا بقت قد ايه. هنا كانت قعدت معايا نص ساعه طبعا عشان الجو حار جدا. بعد كده بقى هنبتدي نشتغل فيها. بصوا بقى هنفضيها كده على الرخامه، وهنبتدي نقسم العجينه لجزئين عشان نعمل جزء دنش وجزء باتيه. تمام. هتعملي النهارده احلى دنش، وهتعملي كمان باتيه. بدل ما بتشتري من بره القطعه ب7 جنيه وب8 جنيه، لا هتعمليه في البيت، اوفر بكتير واطعم وكمان طازه. يعني انتوا عارفين طبعا اللي في المحلات ده بيبقى بقاله كام يوم كده، بيبقى ليه مدة صلاحية. فانت هنا توفير ونظافة، وفي نفس الوقت كده اختراعات. يعني انت هنا بتعملي من عجينة الدنش باتيه. تمام. بصوا بقى هنفرد العجينة كده كويس. ده طبعا ده نص تاني احنا ركناه على جنب، وغطيناه برضو بكيس بلاستيك عشان ما ينشفش. هنفرد بقى الجزء ده او نص العجين ده، هنفرده لمستطيل. تمام. طبعا عشان التصوير مش باين، ده احنا عملناه مستطيل كبير، السمك بتاعه بسيط جدا، اقل من سمك البيتزا. تمام. هندهن بقى العجينه كده زبده. طبعا دي زبده برضو تكون طريه، مش سايحه، لازم تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، يعني احنا مش عايزينها سايحه. بعد ما دهنا كده العجينه بالزبده، هنتني بقى النص كده، وبعدين برضو ندهنه بالزبده عشان هنجيب عليه النص التاني زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو. يجيبوه بالشكل ده كده. دهنا، ونحط الجزء ده عليه كده، وهندهن برضو الجزء ده من فوق زي ما هتشوفوا دلوقتي اهو كده. عجينة سهلة وبسيطة جدا وما فيهاش اي افتكاسات، يعني ما فيش حاجة صعبة ولا خزعبلية اهو. دهنا بقى وش العجينة هنا كمان، وهنبتدي بقى نتني النصين على بعض. هنحطها بقى في التلاجة لما الزبدة دي تمسك تماما، تبقى ساقعة. هنشتغل في النص التاني عقبال ما دي تسقع. هنغطيها برضو بالكيس البلاستيك وندخلها التلاجة عقبال ما نخلص النص ده. لو الجو حر قوي ندخلها الفريزر عشان احنا عايزينها تمسك. تمام. مش عايزين الزبدة واحنا بنفردها ان الزبدة تسيح. ده النص التاني. بصوا بقى هنا بقطع بالكوباية كده عشان يطلع كل الكور مقاس بعضها. طبعا الطريقة دي انسب بكتير من ان انت تقطعي بايديكي. بجيب بقى الكوباية كده، بجيب بقى الكوباية زي ما انتم شايفين، وببتدي ان انا اقطع كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده بكل سهولة. الكوباية دي احسن اختراع اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنقطع بقى كل العجين بالشكل ده. وبعد كده بقى هقول لكم هنعمل اهو. بصوا العجين كله طلع مقاس واحد. بصوا بقى هنا هنبتدي بقى ناخد كوره كوره، هنبطط الكور كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنجيب الفرادة ونبتدي نجيبها دائرية.
تمام. طبعا احنا بنشتغل في النص ده والنص التاني في التلاجة او في الفريزر، تمام، عشان ما ننساوش بره. بعد ما نفرد كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هنخليها كده يعني الحجم ده كويس. هندهن بقى زبدة كده، هندهن الوش كله زبدة عشان لما نعمل الكرة التانية يبقى بين الطبقات زبدة. ما عندكيش زبدة اي نوع سمنة مفيش مشكلة. اهو هناخد برضو ايه العجينة كده دائرية. انا ليه قطعت بالكوباية؟ عشان الكور كلها تبقى قد بعضها، فلما افرد كده تبقى برضو الفردة كلها تبقى قد بعضها، تمام. بصوا بقى هنفرد برضو دي كمان واحدة اهو. طبعا انا بين كل واحدة وواحدة بحط زبدة مادة دهنية عشان العجين ما يلزقش في بعضيه، لان انا عايزة لما افرد يبقى فيه طبقات اهو. هحط بقى كمان هنا زبدة وايه، واخلص بقى كل الكمية وهتشوفوها بقى على بعضها دلوقتي. هنا بقى كنت خلصت الكمية، شايفين كام طبقة؟ تمام، حوالي 15 طبقة. يعني احنا ساعتها عملنا يا 15 كورة تقريبا او اكتر او اقل، مش فاكرة بالظبط. المهم ان دي كل الكور حطيناها فوق بعضها وبرضو دخلناها الفريزر. دي بقى الصينية اللي كانت في الفريزر. دخلنا دي الكور اللي احنا عملناها وعملناها طبقات فوق بعضها ودخلناها التلاجة او الفريزر لغاية ما نفرد دي اللي احنا عملناها مستطيل. خليكوا ايه فاكرين معايا عشان بس ما تتوهوش مني. دي اللي احنا حطينا فيها زبدة في الاول خالص وطبقناها على بعضها مربع ودخلناها التلاجة عقبال ما نعمل الكور. هنا بقى ايه كنا خلصنا الكور دخلناها التلاجة وطلعنا دي، تمام. هنرجع بقى تاني زي ما كنا هنفردها مستطيل زي ما كانت في الاول خالص، تمام. بصوا هنفرد بقى بالراحة خالص عشان هي طبعا خمرت والطبقات بتاعتها بقت رقيقة جدا، عشان كده الطبقات بتاعتها بتلزق في النشابة اللي احنا بنفرد بيها. بصوا بقى ايه هنحاول ايه نقلبها عشان ايه, هنقلبها نقلبها. انا هنا قلبتها الناحية التانية عشان الطبقات اللي من تحت ساعات ما بتتفردش، فقلبتها على الوش التاني عشان افرد برضو ايه الطبقات. بصوا بقى الطبقات بتلزق ازاي في النشابة عشان هي خلاص خمرت وبقت رقيقة جدا. طبعا دي كده عجينة ناجحة، تمام. بصوا بعد ما فردناها مستطيل كبير هنيجي بقى ايه نسويها من الجناب بسكينة كده او بالقطاعة بتاعة البيتزا، وهنسويها كده من الجناب. وبعد كده بقى هنقطعها زي ما انتم شايفين كده مستطيلات او مربعات، يعني مستطيلات وبعدين مربعات. مستطيلات اللي انتم شايفينها في الجنب دي الطويلة كانت مستطيلات كده سليمة، وبعد كده قطعتها مربعات صغيرة زي ما انتم شايفين. بعد كده جبت المربعات قطعتها من الجناب، من عند الجناب 4 خطوط او 4 قطعات اهو. بصوا شايفين شكلها. وبعدين ايه ضغطنا عليها من النص كده على اساس ان احنا نعمل شكل النجمة اهو. بصوا اهو شكلهم حلو جدا. كنت هنا خلصت كل الكمية اللي انا عملتها نجوم اللي هي الدنش، تمام. دي هنحطها كده سادة، يعني مش هنحشيها اي حاجة. هندهن وشها لما تطلع من الفرن هقول لكم هندهنها ايه. دي بقى طبقات الدواير او اللي احنا فردناها وحطينا بين كل طبقة وطبقة زبدة. دي اللي احنا قطعناها بالكوباية، تمام. هنفردها بقى ايه مدورة عشان نعمل الباتيه. بصوا بقى هنعمل بقى ايه دايرة كبيرة ورقيقة عشان الباتيه بتاعنا يطلع يعني من جوه رقات كده، ما يبقاش مكتوم وما يبقاش عجين اهو. بصوا الكرة بقت قد ايه، طبعا هي فردت الترابيزة كلها. وبعدين هنقطعها بقى ايه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. هنقطعها الاول 4 هنقسم بالنص كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنقسم بالعرض كده. وبعد كده بقى هناخد مثلثات صغيرة زي ما هتشوفوا دلوقتي. ممكن تعملي المثلثات اصغر من كده، بس انا الحجم ده مناسب ليا. هتشوفوا برضو الباتيه هتطلع معايا قد ايه. هنا كل حاجة من البيت، البيض موجود في تلاجتك، والدقيق هو بس اللي هتشتريه من بره. الدقيق، السكر عندك، كيس الخميرة افتكر ان مفيش بيت مفهوش خميرة وفانيليا وبيكنج باودر. ده احنا بنجيبه كده بيبقى يعني لو في باقي واحنا في السوبر ماركت بنقوله هات بيه فانيليا وبيكنج باودر وخميرة. فمفيش حاجة هتشتريها من بره غير كيلو الدقيق. وعندك طبعا السمنة او الزبدة اللي في البيت. هنا هعمل الحشوة شوكولاتة. طبعا انا ما كانش عندي شوكولاتة فعملت
الحشوة شوكليت شيبس، ينفع وهيسيح وهتشوفوه معايا هيبقى زي الفل. هنا بقى حطيت شوية كده الشوكولاتة في النص وقفلت عليهم من الجناب، وابتديت ان انا الف البتيهاية او الرول، الف واشد لورا، الف واشد لورا عشان تطلع كده ايه البتيهاية مورقة وما تكونش تخينة. بصوا بقى بضغط عليها كده انها خمرت وعليت، واحط الشوكليت شيبس في النص واقفل من الجناب، وابتدي ان انا ابرم كده، ابرم واشد لورا، ابرم واشد لورا كده، عشان ايه زي ما قلت لكم الباتيه يطلع مورق معايا ما يبقاش تخين. هخلص برضو كل الكمية، وبعدين طبعا واحنا بنلف الباتيه كده، كنت سايبه طبعا الدنش حطاه كده على جنب ومغطيه وشه على اساس انه ايه يرجع يزيد حجمه تاني زي ما كان. احنا طبعا بنقطعش وبندخل الفرن على طول، لا احنا بنقطع وبعدين بنسيب الحاجة تاخد حجمها يتضاعف، وبعد كده بندخلها الفرن. هنا كان كله خمر معايا وسيبته بره الفرن كده عقبال الفرن ما سخن. بصوا بقى عامل ازاي، دخلته الفرن بعد ما تضاعف حجمه، وايه ما خدش معايا حوالي ربع ساعة في الفرن، طبعا لان كنت مسخنه الفرن جامد. ولما لقيته استوى، طبعا احنا يا جماعه ما تخافوش من العجينه دي، العجينه دي مش هتلزق ابدا في الصاج ولا في الصواني، لان هي واخده زبده كتير فمش هتلزق حتى لو ما استخدمتيش ورق زبده. لما طلع من الفرن، طبعا قبل ما يطلع من الفرن يا جماعه الاول قعد معايا ربع ساعه في الفرن، وبعد كده ولعت الشوايه مفيش نص دقيقه اداني ايه اللون ده. طبعا انا الباتيه زي ما انتم شايفين كده مش هدهنه حاجه خالص. لو عايزه تحطي على الوش كده زي ما بتجيبي من بره شويه شوكولاته كده حطي، لو مش حابه ما فيش مشكله، لكن انا هحط كده بس كده على كام واحده للولاد، والباقي طبعا هيخش الفريزر. يعني انا هخلي بره على قد الاكل، واول ما يبرد هدخله الفريزر، ما تسيبوش لما يبات وبعدين تدخليه الفريزر. تمام. هنا بقى عملت كوبايه شاي، وهاخد بقى ايه كده باتيهاتين، 2 باتيه يعني، وايه شايفين شكله كده من قريب. طبعا يا جماعه بالمناسبه عشان انا عديت المقطع بتاع لما دهنت الدنش، انا دهنت الدنش مربى مشمش من اللي احنا عاملينها، وبصوا لونه اول ما طلع من الفرن حاجه، ولونه بعد الدهان حاجه تاني. لو حابه بقى تزوقيه كده بواحده كريس في النص، لو حابه تزوقيه بفورماسيل زي ما انا عملت كده، مفيش مشكله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.